الحرباوي راح جات قالهم تحمل مسؤوليته، فما مسؤوليه شخصيه، فما مسؤوليه تاريخيه. كل واحد كيفاش يرى الامور. انا بالنسبه لي انا كي ندخل في منتخب ولا فريق فما لا كويزين انتر فاسون من 2004 تو عندنا فوق ال 20 عام، يظهر لي فوق ال 20 عام مشيناش الجوز اولمبيك، على الاقل اللي خلفنا 5 اللي هي حاجه ماهيش عاديه، لانه تقع تونس من البلدان اللي رائده في كره القدم في افريقيا. بالنسبه لي انا قمت بواجبي، خديت مسؤوليتي، لانه واحد اخر نجم يقول لا ما شوتش برا خلي يشوت واحد اخر. ودايور كان فما شكون من الاولاد وقتها حب يشوت نخليه، لانه نعرف في الاوقات هذاكم مش خوف، لكن كان فما شكون وقتها حب ياخذ البينالتي ثاني نخليه يشوت. à 22 ans صحيح. أول دعوة كانت مع المدرب والاسم الكبير أونري ميشيل، الفترة الصغيرة اللي عداها في المنتخب التونسي. بطبيعة في أي كما أي جوار في عمري أنا ولا حتى أكبر شوية، ديما الدعوة للمنتخب تكون عندها وقع إيجابي على المسيرة متاعك ولا على المورال نتاعك سورتو. دونك فرحت برشا سورتو كو ليكيب ناسيونال وقتها كانت في الاوج العطاء نتاعها، فيها ملاعبيه كبار ياسر على المستويات الكل. دونك دعوه فرحتني وممتع كبرت المسؤوليه. طبيعه ديما اسم النادي وتاريخه ولا لي بيرفورمانس نتاعو سورتو يكونوا حاجات اللي يقربوا اللاعب للمنتخب. في الفترة هذيك النادي الافريقي كان في حالة جيدة، البرفورمانس نتاعنا سواء انديفيدويلمون ولا كوليكتيفمون كانوا باهيين. هذاك اللي يخلي اي مدرب بطبيعة كبدا اسم كما قلنا اسم النادي كبير باش يجي يبعث شكون يتفرج، ولا هو يجي كريمون يتفرج ويشوف المستوى الكل. دونك في الفترة هذيك انا الحقيقة كنت في اوج العطاء نتاعي وتلقيت الدعوه من عند السيد أونري ميشيل اللي كما قلت لك فرحتني برشا. دونك ديما اسم النادي واللي بيرفورمانس نتاعو سورتو يقربوا ملاعبيته لليكيب ناسيونال. نفس الشيء وقت جا روجي جا تفرج وشافني وتلقيت من الاول الستاجات الاولانيين اللي عملهم روجي كنت موجود مع المنتخب. لين جات الليسته نتاع الكان 2004 اللي كنا وقتها احنا اون باراليل عندنا التصفيات نتاع جوز اولمبيك زاد 2004 انا برشا ملاعبيه كيما لي زيتوني نيس بوسعايدي نيس العياري كريم حقي، خاطر كنا مجموعه نلعبوا هكا منا ومنا، نلعبوا مع ليكيب اولمبيك وزادنا مع ليكيب ا. دونك تزامنت الفتره هذيك نتاع التحضيرات 2004 بالتصفيات نتاع لي جوز اولمبيك. وكما قلت لك احنا البريود هذيك الكل انا شخصيا كنت موجود ديما مع ليكيب ناسيونال في الفتره نتاع روجي لومير. ومن بعد صارت الليست هذيك مع الاسف ما كنتش انا فيها وما كانوش برشا ملاعبيه سورتو من ليكيب اولمبيك ما كناش موجودين في الليست فينال. مي تقعد ديما الدعوه للمنتخب تشرف اي ملاعب حتى ولو كانك مش موجود، فاسون انت ما بين احسن قولوا 50 ملاعبي موجودين. سورتو كو في الفتره هذيك الحقيقه كان فما تخمه نتاع ملاعبيه كبار في ليكيب ناسيونال. دايور الريزولتا فينال بروف كو المجموعه هذيك كان فيها برشا كاليتي. دونك احنا ولو ما كناش موجودين انا وبرشا ملاعبيه اللي كنا ننتميو للمنتخب الاولمبي، لكن كان يشرفنا نكونوا موجودين مع الجروب هذيك اللي كما قلت لك فيها برشا كاليتي وبرشا ملاعبيه باهيين. تحضر الحقيقه تحضر كوم يلفو، ابدا من المستوى الاداري، لانه الجامعه التونسيه الحقيقه في الوقت هذاك عملت لي بون شوا. السيد حموده بن عمار الحقيقه خدم خدمه كبيره، جاب مع ناس زاده في مستوى عالي اللي خدموا الكره كما الكره التونسيه كوم يلفو الفتره نتاعهم. لي شوا على المستوى الفني او الشوا انك تجيب مدرب في قيمه روجي لومير بصراحه كانت كما نقولوا احنا ضربه معلميه، باش تجيب بطل العالم
باش يدرب المنتخب التونسي سي با لا بورتي دو نابورت كيل ناسيون. دونك الشوا الاولاني كان جيد، من بعد بتيتا بتي زاد الناس كل ولات امبليكي في المشروع نتاع الكان، لانه زاد كانت فما اراده نتاع الدوله وفرت كل شيء للمنتخب. لي شوا نتاع لي جوار كان في مستوى عالي جدا. الببليك حاجه مهمه ياسر، انه 2004 الببليك نتاع ليكيب ناسيونال كان فما ببليك نتاع ليكيب ناسيونال اللي عاون بنسبه كبيره ياسر باش المنتخب نتاعنا تتوج بالكان. دونك النجاح كان مشترك من لي شوا التكنيكو تكتيك باهيين، لي شوا نتاع الاداره، لي شوا نتاع المدرب. فصار من 2004 تو عندنا فوق 20 عام، يظهر لي فوق 20 عام مشيناش الجوز الاولمبيك، على الاقل اللي خلفنا 5، اللي هي حاجه ماهيش عاديه، لانه تقع تونس من البلدان اللي رائده في كره القدم في افريقيا. 5 مرات ما مشيوش، الحقيقه سيلور كمان. بالطبيعه حنا نتمناو ديما نراو ليكيب ناسيونال، كسوا ليكيب اولمبيك جونيور اللي هو اي منتخب يمشي للكاس العالم وكاس افريقيا يشرفنا بنشوفوه. جوز اولمبيك راه حاجه تريز اكسبسيونيل ومهمه ياسر في كارير اي ملاعب انه يشارك في تظاهره كبيره كيف هذيك. الحقيقه كانت احنا رغم اللي ما تعديناش للدور الثاني في 2004، لكن الذكريات الموجوده والمنتخبات اللي لعبنا لهم، سورتو المنتخب الارجنتين وقت اللي فيه الستار دو موند الكل من الملاعبيه الكبار نتاع تاريخهم الكل، من تيفيز الايالا ليكيب كلها غونزاليس، ملاعبيه كبار ياسر انك تلعب ضدهم، تلعب في النيفو هذاك. دايور الارجنتين هزتها الميداي دور. دوك عندها حاجه كبيره ياسر في كارير اي ملاعب، يتعلم منها وتصلح لك انك على الاقل احتكيت بالمستوى العالي جدا نتاع كره القدم. دونك ان شاء الله في المستقبل ويلي طون الحقيقه 20 سنه برشا وما راوش منتخبنا يلعب في جوز اولمبيك. دونك ان شاء الله الجوز اولمبيك جاي راهو ليكيب ناسيونال نتاعنا موجوده. كيف بورد دم كبيره، ما الكره ما حبتش ما صاري هذيكم هما ساعات ما فما حاجات ما عندكش ما تنجمش تفسرهم راهو، فهمت؟ تعمل ان شوا ولا تستعمل الطريقه المستانس تخدم بها. الاولى سجلتها وكانت بارفيت، الثانيه فما بوتيتر ان اكسي دو فورس اللي خلى الكره ديفي شويه باش تمشي تضرب على البوتو. مي جي ريان ريغريتي. انا بالنسبه لي انا قمت بواجبي، خديت مسؤوليتي، لانه واحد اخر نجم يقول لا ما شوتش برا خلي شوت واحد اخر. ودايور كان فما شكون من الاولاد وقتها حب يشوت بتقدر نخليه، لانه نعرف في الاوقات هذاكم مش خوف، لكن كان فما شكون وقتها حب ياخذ البينالتي ثاني نخليه يشوت. ما كي طونك ما فما حد، انا تحملت مسؤوليتي، ضاعت البينالتي. مي شوف اللي هي التورنوا هذيك الكل الحقيقه كنا نستحقوا فيها باش تعداو، لانه علاش ربحنا الجزائر وعملنا خسرنا مع الكوت ديفوار لا جراند ايكيب. كوت ديفوار وقتها ليكيب اللي حتى حد الحقيقه ما نجم يربحها. تشوف دروغبا قاعد على البنك باش تفهم انت الناس اللي تلعب شكون. دونك خساره وكانت خساره مستحقه. توغو عملنا انا نورمالمون 4 بوان تو نتعداو، خاطر تو ولاو 3 بوان يتعداو. دونك عملنا 4 بوان مي مالوروزمون بالجولا فيراج تعدت توغو قبلنا. مي الحقيقه لا بيرفورمانس جينيرال ما كانتش خايبه، عطينا معادنا. بعد هذيك احكام الكوره كيما تبعك الكوره، ساعات انت ما تلعبش مليح والكوره تعطيك وتقدم وتمشي، ساعات تعمل واجبك والكوره ما تحبش. الله غالب الكوره ما حبتناش في الكان هذيك. إلا في سون ترافاي سامي طرابلسي ولا غيره الناس كل. شوف في الكوره كل واحد يقوم بخدمته، يجتهد لماكسيموم، ومن بعد فما الفشل راهو، والفشل ما نسبي زاده. كيما قلت لك ابسط حاجه سامي طرابلسي 2012 في الانكار دو فينال بلبولي شات كوره وسايبها عدلوا بها ولا ماركاو بها بونت ربح. 2013 انا ضيعت بينالتي، سامي طرابلسي مسؤوليته لهنا، يعني كانت ماركات راهو سامي طرابلسي اليوم اقوى مدرب ولا فهمت. دونك راهو كل شيء نسبي. نحكيو على لعبه فيها لي ديفايونس تكنيك، فيها لو مال شانس،
ديفيرونس، فيها ساعات اللي ما انت ما تقومش بواجبك كوم يلفو، والكره تتبع هذاك شو نقولوا فيه زاد، فهمت؟ دونك يفو اكسبتي بالنسبه لي انا كل شيء تعمل كوم يلفو، ومن بعد كل واحد كيفاش يرى من زاويته زاد. شوف كان البرانسيب انا طونك ما ريتش حاجه باش نحكي عليها، واحد قال لي سمعت انا ديما نحكي على ولا نحكم على الحاجات اللي ريتهم. الحرباوي راه حاجات قالهم تحمل مسؤوليته، فما مسؤوليه شخصيه، فما مسؤوليه تاريخيه، كل واحد كيفاش يرى الامور. انا بالنسبه لي انا كي ندخل في منتخب ولا فريق فما لا كويزين انترن، حتى لو كان صاروا حاجات واللي هما يصيروا ديما رد بالك راهم جينيرالمون يصيروا كسوا في المنتخب التونسي، المنتخب المغربي، الجزائري، فما يصيروا حاجات. عندك 25 لاعب ولا 26 لاعب مش الناس الكل يخمموا كيف وكل واحد وطريقه تحياته، وكل واحد وطريقه تفكيره، وكل واحد كيفاش يتعامل. انا شخصيا كي ندخل في جروب اللي يصير في الجروب يقعد غادي بالجروب، خرج تتكلم تحمل مسؤوليتك، ما نجمش نلوم عليه طونك هو خذا الانيشيتيف وتكلم كما قلت لك، هذيك حريه شخصيه بريتو هو. مي البرانسيب كي تعيش في جروب مع اصحابك اللي هو نجمش تعيش مده من بعد تخرج تقول تكلمت هذيك تحمل انت فيهم مسؤوليتك. فالمسؤوليه المعنويه، المسؤوليه التاريخيه، فالمسؤوليه زاد ليماج دو بي. مش كل شيء خايب نجم نقولوه اون انترن نحكيو فيه ونتناقشوا فيه ونتغشوا على بعضنا واللي هو، لكن باش تخرج اون بوبليك عندك لوداس باش تقولوا، ولا عندك مش حكايه لوداس، مش يعني ما هيش فقره باش تخرج تقول حكايتك هيك، ولا حتى ولو كان صار قلتم تحمل مسؤوليتك. والله مش مربوطة باسم المدرب هي. بالجنسية ممكن أجنبي أو تونسي؟ لا حتى مع روجي لومير راهو صار تأكد لك بالأخر هاي، حتى مع روجي لومير وعلى مع أي مدرب آخر ومع أي ناسيون مع أي جروب راهو يصيروا برشا حاجات، فهمني؟ أما لازمك تعرف فاش تعيش مع الجروب هذاك وتعرف فاش تتصرف، وبعد أنت كل واحد وقناعاته. بطبيعة في العالم الكل راه فما الكواليس هذيك ما فيهاش كلام. كرة القدم هذيك هي مبنية، فما جانب منها الكواليس عندها نسبة كبيرة متاع انك تنجح ولا تتعدى بجنب الحدث. يأثر ليه نظريا، يأثر وقت ما عندكش ناس مؤثرين واللي يضربوا عليك وقت المشاكل، وقت تحك الركب. دونك نظريا يأثر، لكن فما زاد حقيقة الميدان وقت اللي تحط كرة في الشبكة ماكش مستحق حتى حد باش ينحي لك. أنا الحقيقة متفائل بالكوبا بالكوب دافريكا هذه، لأنه لي كونديسيون باش يكونوا باهين برشا في المغرب، كسوا على المستوى الانفراستركتور ولا على المستوى ممكن زاد الحضور الجماهيري اللي باش يكون متوفر، وعندنا سند كبير على المستوى المجموعه زاد ورات برشا كاليتي، سورتو في الماتش نتاع البرازيل هو الماتش ريفيرونس نتاعنا اون برانسيب. دونك الحقيقه عندنا مجموعه جيده تنجم تمشي لبعيد. علاش لا فماش فاسيلمون، فما انك تجتهد من اول ماتش لاخر ماتش، وهذا ما عادش فما كره، ما عادش فما منتخب فاسيل. راهو في افريقيا خسرنا مع، واحنا جينيرالمون كل المنتخبات اللي نقولوا فاسيل الكل نقفوا معاهم يوقفونا، فهمت؟ وداير هالي زيكسبيريونس تعديهم نتاع اللي كان اللي تعدي، خسرنا مع ناميبيا، خسرنا مع شكون جزر القمر يظهر لي، فهمت؟ منتخبات اللي اساميهم صغار لكن على الميدان راهو يقلقك ويلعب معك الند بالند. دونك ما هيش الامور سهله، لكن نجموا سهلوا على رواحنا، نجموا لو ناخذوا الامور بكل جديه من الماتش الاولاني كل شيء، نجموا نبداو بشويه نمشيو قد ما تقدم تورنوا والطموحات نتاعنا تكبر. لا ما نجموش مثلا المنتخبات اللي كنا نلعبوا لهم كيما لعبنا البرازيل، هذيك البرازيل ان كونتكست هكا بارتيكولير وخاص جدا. مثلا باش تلعب اوغندا باش تحط 3 ديفونسور، انا حسب رايي لا سي با لا بون فورمول، سورتو كان اوغندا باش تلعب باتاكون باش تخلي لهم 3 التالي، ديجا خسر ملاعبي في وسط الميدان ولا خسر ملاعبي في الاتاك. دونك كل منتخب وشنو هو الكومبوزيسيون اللي تصلح باش نلعبوا لها، فهمت؟ دايور حاجه باهيه ان يرينا المنتخب نتاعنا
في السيستم هذاك نتاع 3-5-2 ولا 3-6-1 ومشينا ومشينا به القدام. يعني هو جينيرالمون راك نحطوا 3 يوليو يرجعوا لي زيكزونترين نوليو ب5 ونقعدوا كان ندافعوا. لكن في الماتش البرازيل اللي هو الحاجه الباهيه اللي بالسيستم 3 ومشينا لقدام ديجا حاجه باهيه برشا اللي تصلح ان شاء الله قد ما نقدموا في التورنوا بتاتر يجينا مورسو اكبر من لي مورسو باش يجيونا في الجروب ومن بعد نعش. هذا المدرب هو الستاف نتاعو بتاتر مثلا نيجيريا كانت تلعب 2 اتاكون وفما اوزيمان ولوكمان باش تلعب 3 نجم نلعب 3 ديجا احنا حاضرين وريناها فهمت. دونك انت هو المنافس شنو السيستم وشنو البلان جو نتاعو. والله بون الاسامي الموجودين هذاكم هما الحقيقه المتوفرين في حاليا. الصخيري انا نراه لو جوور كلي دو ليكيب بالبيرفورمانس بالاكسبيريونس ولات عنده ساعه في الافريق تو مهم ياسر. مع فرجاني برشا اكسبيريونس مع حنا بعلي الحقيقه اللي قاعد كل مره يزيد يورينا ما احسن وقاعد يسانتيغر كوم يلفو في ليكيب ناسيونال وياخذ في مسؤوليه اكبر. مع الغربي اللي ورى سو لو بلان تكنيك اللي هو جوار تري فالابل ويصلح لنا. المحليين تقا نفس الشيء ملاعب يعمل دي بيرفورمانس باهين في الكوباراب ولا غانيي دي بوان. يمكن لاعبي تمنيت يكون موجود اللي هو العيدوني لانه تعرف الكوره نتاع الافريق ماشي نتاع لي ناسيون اراب انه في الافريق اكثر الجو مسكلي. العيدوني الحقيقه باش نفقدوهم في الكان هذا لكن الموجودين نجموا نخرجوا منهم برشا حاجات باهين. انا حاسب برايي الصخيري لازم يكون موجود. حنا بعد لو تروازيام هذايا الشوا تو ديبون من الادفيرسير من الكومبوزيسيون تاكتيك باش يلعبوها من تفكير المدرب شنو البلان جو نتاعو. والله شوف ما عنديش الحقيقه ما عنديش اسم ولا اثنين اللي بار اكزومبل تقول هذا ان جوار انديسبونسابل لازم يكون موجود لانه الحقيقه خلينا نقولوا الحقيقه لان المستوى نتاع البطوله نتاعنا متوسط فهمت. يعني جو بريفير نكون ناخذ ملاعب ينشط في اوروبا حتى في مستوى الثاني لكن عنده كيفاش نقولوا اللي كومبيتيتيف وعنده مستوى بدني خاطر الافريق نحكيو على المستوى البدني سورتو يعاون كو لاعبين في تونس مازال مثلا ماهوش 100%. الحقيقه ما عندناش دي جوار بريان في البطوله واللي يستحقوا دور اللي مشاو. اي صحيح الجمعيات عندهم الحق باش يتشكاو لانه ساعه شوف ليتا دي تيران نتاعنا فما ملاعب اللي يضروا الملاعبيه حتى قبل ما يبداو يلعبوا الكوره. يعني راهو تيران عنده ايفي على المونتال نتاع الملاعبي بنسبه كبيره ياسر. وقت تلعب سور ان تيران امبراتيكابل نبدا خايف انا لا تدور لي شوفي لا تدور لي ركبتي لا تدور لي فهمت. راهو عنده انفلونس كبيره على المونتال نتاع الملاعبي ويضيع له الكونسنتراسيون وتخليه ما يلعبش على حقيقه امكانياته. ما شوف لازم نستعرفوا اليوم اللي المستوى البطوله نتاعنا راه طاح برشا بارابور القبل ويلي طون باش نبداو نشوفوا الحلول لانه بريمو نحكي على ليكيب ناسيونال سورتو ما عندناش ملاعبيه اللي يعني اون نمبر ما عندناش ملاعبيه كيما المغرب باغ اكزومبل تلقى 22 يلعبوا في مستوى عالي فهمت. دونك اون ايت اوبليجي باش نطلعوا المستوى نتاع البطوله نتاعنا باش نعملوا ان ايكيليبر. بون كوره اليوم نقول لك المغرب الحقيقه عندهم اون ايكيب تري سوليد ويلعبوا على في التيران نتاعهم قدام جمهورهم وحتى الامكانيات الكل باش يكونوا هما الفايزين. المغرب المنتخب الثاني وانا نراه ممكن باش يعمل رياكسيون اللي هو الكاميرون. انا 4 مثال نيجيريا وتونس. تونس لا والله لا انا نرى عندنا اون بون ايكيب ماهيش اقوى وحده لكن بشويه هكا سافوار فير بشويه حظ باللي كونديسيون الموجودين نجموا نعملوا دومي فينال علاش لا فينال ان شاء الله. هذا نتمناه مش نحكي بالعاطفه الحقيقه مش نحكي بالعاطفه. احسن حاجه كي قلت لي مش بالعاطفه لا ما عنديش برشا عاطفه في الكوره نقول لك شفت.